ايضا موضوع اخر غادي نتوقفوا عنده اليوم اسماعيل في برنامج اشواق اليوم، هو واحد الموضوع اللي اهتمت به مجموعه من المواقع الالكترونيه بشكل خاص، وكان ايضا متداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. هو كيتعلق بناشطه لبنانيه اللي هي مديره المركز الدولي للتنميه والتدريب وحل النزاعات، رويضه مروي، اللي طالبت بالجنسيه المغربيه من اجل انها ترشح في الانتخابات بالمغرب. اليوم رويضه غتنضم لنا عبر الهاتف من بيروت باش تشرح لنا وايضا توضح لنا هذا الطلب ديالها، ونتكلموا بخصوص مجموعه من الانتقادات اللي خلفها هذا الطلب اللي كتبته عبر الصفحه ديالها. صحيح انتقادات، هناك من اعجبه الامر، لكن هناك ايضا من واجه مجموعه من الانتقادات لرويضه مروي حول هذا الطلب. هناك من اعتبره بانه مشروع، هناك من اعتبره طلبا غريبا. على كل هي غتوضح لنا عبر اتصال هاتفي هذا الموضوع، وايضا لماذا اقدمت على هذا الطلب. هذا طلب في شكل، وايضا واش كتنتظر شنو الانتظارات ديالها من السلطات، لانه الجنسيه المغربيه كيف ما كنعرفوا يعني هذا امر شائك باش ان لبنانيه تاخذ جنسيه. هناك مساطر قانونيه وكذا، ولكن حنا اللي غادي نركزوا عليه اهتمام في حلقه اليوم هو اولا اثاره هذا الموضوع لما فيه من اثاره كيف ما شرتي، ثم الهدف ديالو. السيده بغات جنسيه باش تدخل الغمار ديال الانتخابات. هذه هي ابرز المواضيع اللي غنتكلموا عليها. فشرحوا للمستمعين مزيان اسماعيل، هو انه رويضه كتبت عبر الصفحه ديالها على الفيسبوك، كتبت: قررت ان اترشح للانتخابات البرلمانيه القادمه في المغرب بسبب تمتعي بثقه واحترام ومحبه الشعب المغربي منذ سنوات، ولكن تنقصني الجنسيه المغربيه، فما الحل يا اصدقائي وصديقاتي؟ وعاود رجعت للسطر وكتبت: كاين شي متبرع بالجنسيه ديالو. سمي طالق قبل ما ناخذ رويضه، اشنو رايك في هذه القضيه هذه ديال هذه السيده هذه؟ مرحبا بها. في المغرب مفتوح للجميع. للجميع الحمد لله. نعم. طيب الان اهلا وسهلا. نمشيو نشوفوا رويضه. اهلا وسهلا بك. مساء الخير. مساء النور. رويضه مروي، ناشطه لبنانيه وايضا مديره المركز الدولي للتنميه والتدريب وحل النزاعات. رويضه، قبل لحظات كنت اقرا ما كتبته عبر صفحتك على الفيسبوك. كما قلت هذا الموضوع اثار نقاش خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الكل يعني هناك تساؤلات، لماذا اقدمت على هذه الخطوه؟ اولا انا اوضحت انه الستاتيوس كانت عباره عن شكل من اشكال المزاح مع المتابعين لصفحتي على الفيسبوك، لانه باستمرار يعني بسبب نشاطي حول قضيه الصحراء من اكثر من 4-5 سنوات لليوم، دائما يعني بسمع من الاصدقاء سواء الصحفيين او الناطقين او حتى المتابعين من الشعب المغربي. الصوت غير واضح. مروه صوتك او رويضه مروه، صوتك غير واضح. يا ريت لو انك تكوني في واحد المكان يكون فيه التغطيه واضحه. نعم. هل الصوت اوضح؟ الان اوضح. تفضلي كملي. الان الصوت واضح. تفضلي. نعم. فكانت الستاتيوس باطار المزاح والشكر والتقدير لكل الرسائل اللي بتلقاها باستمرار من المتابعين المغاربه حول نشاطي على قضيه الصحراء، لكن للاسف في بعض الصفحات الفيسبوكيه وبعض المنابر الاعلاميه يبدو ان الامر استفزهم، وربما اعتبروا انه المشروع هو مشروع سياسي قائم بالنسبه لي. اولا انا يشرفني بيوم من الايام لو كنت حاصله على الجنسيه المغربيه مستقبلا اني اترشح عن المغرب، لانه اولا انا لي متابعات السياسيه والحقوقيه حول المغرب وعشت فترات طويله فيه، ولكن هذا ليس مشروعي. فمن يناضل لاجل مشاريع محدده لا يستحق حتى احترام الناس، ولكن بالمقابل يعني شفت تعاطف كبير وتضامن الناس، وهذا الشيء اظهر لي انه ما اكتبه وما اقوله سواء داخل المغرب او خارجه يلقى الصدى، وهذا شيء يفرحني. يعني عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني بعض الحملات مغرضه لا افهم ما سببها، خاصه بعض الصفحات الفيسبوكيه المشبوهه اللي احيانا تتحدث باسم المغاربه، وهي دائما تهاجم من يدافع عن وحده المغرب، من يدافع عن الوحده الترابيه للمغرب، من يدافع عن الحق الذاتي كحل الصحراء. ولكن يمكن هذه كانت
كانت فرصة لحتى يعرف الرأي العام إنه الإشاعات تنتشر بسرعة، وإنه يوم بيكون في شخصية معروفة معينة ويروج للأسف وسائل التواصل الاجتماعي. أصبح اليوم بمنتهى السهولة إنه شخص يستعمل صورتك الشخصية يتلاعب فيها، ينشرها على الفيسبوك أو على تويتر ويضع فرضيات معينة، فلان يستغل قضية فلانية، فلان يملك كذا، فلان يعمل لصالح جهة معينة. حسنا الناشطون الحقيقيون هم من يفضحون من يستغل أي قضية بالدلائل والبراهين والوثائق، ولكن الافتراءات لا تخدم شيء، حتى لا تخدم هؤلاء أنفسهم. طيب رويدة، هناك سؤال آخر يطرح أو أنا قرأته أكثر من مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقال بأن رويدة مروي هي ناشطة لبنانية، لماذا تهتم بالشأن المغربي بشكل كبير؟ اولا لست اول شخصيه عربيه او اجنبيه تتعاطى بقضيه الصحراء. هناك العشرات من الصحفيين الاسبان، الايطاليين، الفرنسيين، المحامين، حتى الدوليين من الولايات المتحده الامريكيه، وحتى هناك صحفيات كثر يتم استضافتهم على فضائيات عربيه مهمه لمناقشه الشان المغاربي. كما هناك ايضا صحفيين فلسطينيين يناقشون الوضع في سوريا، وهناك صحفيين لبنانيين هم ابرز المحللين في الشان السوري، وهناك ايضا صحفيين مصريين يتابعون الشأن المغربي. هذا من ضمن تخصصي الجامعي بالدرجة الأولى. يعني رسالة الماجستير الخاصة فيي كانت حول موضوع النزاع على الصحراء، إضافة إلى مر أكثر من 4-5 سنوات أنا أشتغل في الأمم المتحدة، وأنا أشتغل أيضا ميدانيا ومن خلال المركز الخاص فيي على عدة قضايا نزاعية، والأخبار يعني يتم تداولها باستمرار أنني لا أتعاطى إلا في ملف الصحراء. ليس هذا صحيحا، فأنا من أكثر الوجوه العربية المعروفة بالجنوب اليمن حول قضية الحراك الجنوبي. أيضا أنا من الأشخاص الذين تكلموا كثيرا على منابر إعلامية حول موضوع ثورة البحرين وحول الحراك في البحرين، هل هو ثورة أم هل هو شيء آخر. وأيضا أنا طبعا لدي نشاطي ولدي عملي في بيروت، ولكن حال الوقت أنا أوجه رسالة فقط إلى كل شخص يحبني أو لا يحبني، يحترم نشاطي أو لا يحترمه، وفي نهاية الأمر الشعب والرأي العام هو من يقرر. لا يمكن أن أكون شخص ناجح أو شخص مؤثر في الناس فقط لأن 10 أو 20 صحفي أو ناشط مغربي أو لبناني أو عربي قرروا أن ما أقوله هو جيد وهو مناسب وتحليل منطقي. في النهاية أنا أحتكم إلى آراء الآلاف من الذين يتابعوني سواء على الفيسبوك أو حتى بشكل آخر عبر المواقع الإخبارية وغيرها. هؤلاء من يقررون إذا كان ما أقوله منطقي ويستدعي هذا الانتباه كله بغض النظر عن ما يقال ويشاع. وأيضا رسالة أخرى بعد إذنكم، وهي عندما تقرؤون أي شيء رجاء اذهبوا وابحثوا في جوجل في يوتيوب من الأشخاص الذين يتم انتقادهم. سهل جدا الافتراء، سهل جدا أن أقول أن فلان الفلاني يستغل قضية معينة. هل هناك إثباتات؟ سهل جدا أن أقول أن إنسان فاشل، بينما يقول اليوتيوب، يقول الجوجل، تقول المقابلات الصحفية أن هذا الشخص يجيد الكلام. وعندما يريدون مناقشة للأسف قضية الصحراء يقومون فقط بانتقاد أشخاص يخدمون القضية ويدعونهم إلى أن يكونوا محايدين. أنا بالنسبة لي لن أكون محايدة في قضية الصحراء في يوم من الأيام، بل أنا متطرفة إلى أقصى الحدود نحو الحق، والحق يقول هو مغربية الصحراء، فلا يطلب مني أحدا أن أكون متطرفة أو أن أدعم وجهة نظر معينة. وسنختم من هؤلاء لماذا لم ينتقدوا يوما مثلا الناشطة الأمريكية كندي، أو لم ينتقدوا الممثل الإسباني خافير بارديم، لأنه يقوم بتشويه الحقائق عبر الوكالات العالمية. لا ينزعجون من هؤلاء، بينما ينزعجون عندما أقوم أنا أو سواي من الشخصيات العربية أو الأجنبية بدعم الحكم الذاتي ويقولون أننا نخدم أجندات معينة. إذا كنا نخدم أجندات معينة فليفضحونا علنا، لأننا نواجه بالكلمة والصوت. نعم رويدة، القضايا. نعم سنختم معك بهذه النقطة وحديثك عن الصحراء المغربية. رويدة مروي، الناشطة اللبنانية وأيضا مديرة المركز الدولي للتنمية والتدريب وحل النزاعات، شكرا لك. شكرا. إذن رويدة